أهلا بكم متابعي القناة. في هذا الفيديو باش نستعرضوا أجمل الأهداف اللي سجلوها لاعبي الأندية التونسية من ضربات مقصية وازدواجيات رائعة. هذا النوع من الأهداف ما نشوفوهوش ديما في كرتنا، والمقصيات اللي سجلوها الأندية تبقى محفورة في ذاكرة المشجعين. هذا الموسم كان شهد زوز أهداف من ضربات مقصية سجلوهم زوز لاعبين من النجم الساحلي باش نشوفوهم في الفيديو. حبينا نسترجعوا معكم ذكريات مقصيات شهيرة، لذلك جبنا لكم 20 هدف تألقوا فيهم لاعبي الأندية التونسية بتسجيلهم من ضربات ازدواجية. خلينا نشوفوهم حسب الترتيب الزمني. أول هدف باش نشوفوه يعود إلى سنة 1992، هدف في الكلاسيكو سجله أسطورة النجم الساحلي زبير بيا في شباك شكري الواعر حارس الترجي التونسي في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في البطولة. مقصية رائعة من مسافة بعيدة، وهدف لن يمحى من ذاكرة محبي الإطوال. يحقق هدف جميل لا يجود به الزمان كثيرا. الهدف الثاني في سنة 2003، هدف سجله الإيفواري إبراهيم أمواد ياكي لاعب الترجي في شباك النادي الصفاقسي خلال الكلاسيكو. هدف رائع ساهم في فوز الترجي بنتيجة 2-1. تصويبة ازدواجية وهدف رائع لأمواد ياكي، فرحة كبيرة في صفوف أحباء الترجي النادي التونسي. هدف من الطراز الرفيع من أمواد ياكي، أو شوفوا الإعادة كرة المالكي. الهدف اللي بعده في 2004 كان هدف شهير خلال درب العاصمة، مقصية جميلة سجلها لاعب الإفريقي محمد السليتي في شباك الترجي. هدف كان في الدقيقة 90 جلب تعادل ثمين بنتيجة 1-1. يمكن محمد السليتي بعد توزيعة من أشرف الخلفاوي كرة قوية، أي إعادة عملية توزيع من وسام يحيى يوزع وأعطاه يريح هذه الكرة لاعب محمد السليتي ويتمكن من تعديل النتيجة. أما الهدف التالي كان خلال كلاسيكو تاريخي في 2006 فاز فيه النجم الساحلي بخماسية نظيفة ضد النادي الصفاقسي، ازدواجية رائعة افتتح بها النيجيري إيميكا أوبارا مهرجان الأهداف بالنسبة للإطوال. النجم الساحلي هي هذا العملية مراه يخلي حاج مسعود على الأرض ما يمسكهاش الجواشي، وازدواجية من إيميكا أوبارا يمكن تكون أفضل هدية لجمهور النجم. في 2007 خلال ثمن نهائي كأس تونس، الساحر ياسين الشيخاوي يحط بصمته على انتصار النجم الساحلي ب3 أهداف لهدفين ضد الملعب التونسي في مباراة مثيرة. ازدواجية ممتازة يقلب بها النجم النتيجة بعد أن كان متأخر ويمر للدور القادم. الهدف الثالث كرة ثابتة خطيرة، عملية خطيرة وضع في تنفيذ المخالفة، كرة ضايعة على الشيخاوي ثم يرشحها لسيف غزير، الحارس النوالي يدخل ممتاز جدا، ثم ياسين الشيخاوي يضيف الهدف الثالث. في 2008 أسامة السلامي سجل هدف من مقصية صاروخية في انتصار فريق النادي الإفريقي 3-0 ضد انتر كلوب الأنغولي. المباراة كانت ضمن دور المجموعات من كأس الكاف. أمامنا أسامة السلامي في 82 دقيقة لعب، إعادة العملية 1-2، وسام بن يحيى يعمل مراوغة ثم ينتظر رفع كرة في المكان المناسب، وبعملية كرة ضربة من المقص بطبيعة الحال ممتازة جدا، خذا وقته وخر خطوتين ثم بالساق اليسار. سنة 2009 شهدت واحد من أجمل أهداف البطولة التونسية، وقت اللي برهان الغنام لاعب الشبيبة القيروانية سجل مقصية عالمية في شباك الاتحاد المنستيري، وكان ذلك خلال مباراة مثيرة انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2. هدف جميل سيبقى في ذاكرة محبي الجياسكا. في سنة 2009 أيضا خلال مباراة ذهاب نصف نهائي كأس شمال إفريقيا للأندية البطلة، خالد العياري لاعب الترجي يسجل مقصية ممتازة في شباك فريق الاتحاد الليبي في آخر أنفاس المباراة، وحسم المباراة للمكشخة بنتيجة 2-1. في الدقيقة 97 مش ممكن خالد العياري يلعب بسيسو كرة المباراة، سيناريو مثير. وفي نهائي كأس تونس 2013 اللاعب آدم الرجيبي كان رجل المباراة بامتياز بعد تسجيله الهدف الأول للنادي البنزرتي في شباك مستقبل المرسى، يعود بمقصية رائعة ويحسم المباراة بنتيجة 2-1، وبذلك يساهم في تتويج السي بي بالكاس. هدف عالمي بالنسبة لآدم الرجيبي، الثنائية لجناح النادي الرياضي البنزرتي، ممتاز.
وفي نفس السنة 2013 المهاجم الجزائري بغداد بونجاح في أول سنة ليه مع النجم الساحلي يبصم على أحد أجمل أهداف البطولة التونسية بمقصية خرافية في شباك نجم المتلوي. كان ذلك خلال مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. ممتاز جدا هدف بغداد بونجاح، من أفضل ما يكون، صنعة كبيرة لهذا اللاعب بغداد بونجاح في دقيقة 35، من أفضل الأهداف ينجم نشوفوها في كرة القدم التونسية. كذلك من أجمل المقصيات اللي شهدتها البطولة كان الهدف الاستثنائي اللي سجله علاء المرزوقي في 2014 بقميص الملعب التونسي في شباك الترجي في مباراة مثيرة كانت نتيجتها النهائية 2-2. هدف جميل، هدف جميل لصالح الملعب التونسي، هدف جميل جدا، التسديدة الازدواجية، هدف عالمي، هدف جميل جدا لصالح الملعب التونسي. في 2015 مهاجم النادي الافريقي صابر خليفه يسجل هدف ممتاز بازدواجيه في شباك النادي البنزرتي ويساهم بفوز فريقه 3-0 خلال منافسات البطوله اللي كان توج بها الافريقي في الاخير. هدف ممتاز جدا، ممتاز جدا الهدف، كل ثقه في النفس بالساقه اليمنى، ازدواجيه صابر خليفه، ابدع في كل فريق تقله، عنده الخبره، عنده حاسه التهديف، رجع يعني كان. خلال ثمن نهائي كأس تونس 2016 أحمد العكايشي سجل هدف جميل في انتصار فريقه العريض النجم الساحلي على الأولمبي الباجي 4-1. يراوغ الكرة مرتين ويحطها في الشباك بمقصية ولا أروع. والازدواجية والعكايشي ينجح، العكايشي يسجل، العكايشي جول في الشبكة من أحمد العكايشي في الدقيقة 20 أخرى من غازي عبد الرزاق. نديم يرجع كرة في طبق قدام العكايشي، يرفع الأولى ويزيد الثانية ويحط الثالثة في الشبكة. وفي بطولة 2017 خلال مباراة انتصر فيها النادي البنزرتي على النادي الإفريقي بثلاثية مقابل هدف وحيد، زياد العنلي لاعب السيابي كان افتتح النتيجة عن طريق مقصية عالمية في الدقيقة 5. زياد العنلي على الطاير داخل منطقة الجزاء بصنعة كبيرة بفنيات عالية، يسجل زياد العنلي 5 أهدافه في البطولة أمامكم، ازدواجية مقصية ولا أروع ولا أجمل. ثم في 2019 خلال ذهاب نصف نهائي البطولة العربية للأندية مرتضى بن وناس لاعب النجم الساحلي سجل مقصية خرافية في شباك المريخ السوداني وكان هدف المباراة الوحيد. النجم تأهل للنهائي وكان البطل في تلك النسخة. يتقدم بهدف جميل بن وناس، يسعد الناس وكل التوانسة ويسجل هدف من أجمل أهداف البطولة. الله عليك. وفي 2021 المهاجم البنيني جاك بيسون يسجل هدف مقصي متميز بقميص أولمبي الباجي في شباك مستقبل سليمان. مباراة مثيرة انتهت بالتعادل إيجابي 2-2. براسية أولى والازدواجية بوم بكرة رشيقة وأنيقة من جانب جاك بوسون، وسرعان ما جاء الهدف الثاني من جاك بوسون بكرة ازدواجية مقصية على طريقة الكبار. وفي سنة 2023 مهاجم النادي الإفريقي حمدي العبيدي يسجل هدف عالمي من مقصية سكنة شباك اتحاد بن قردان. مباراة كانت ضمن منافسات البطولة وانتهت بالتعادل إيجابي 1-1. حريف معلم، صنعة كبيرة جمالية في هدف حمدي العبيدي، جمالية كبيرة في الازدواجية لحمدي العبيدي يسجل بها هدف التعادل للنادي. وفي 2024 خلال مباراة فاز فيها النادي البنزرتي على مستقبل سليمان بثنائية نظيفة ضمن البطولة التونسية، المهاجم الطيب بن زيتون سجل هدف رائع من ضربة ازدواجية. كرة خطيرة، أوه يا سلام على الاقتناص، روعة روعة روعة، بل أكثر من الروعة في الكرة الأخيرة الطيب بن زيتون. وفي هذا الموسم 2024 كنا شفنا هدف جميل من مقصية سجل وليد القروي لاعب النجم الساحلي، وكان ذلك في انتصار فريقه 2-0 على اتحاد تطاوين في البطولة التونسية. وليد القروي، شوفوا الكرة مباشرة والاختتام كأحسن ما يكون. ثاني أهداف النجم الرياضي الساحلي، ممتاز جدا الهدف، ممتاز جدا. وفي نفس الموسم ومن نفس الفريق وبعد 7 جولات فادي بن شوق يسجل هدف من مقصية أخرى جميلة للنجم، هذه المرة في شباك مستقبل جابس، ويفوز الإتوال بنتيجة 2-0. أخذها بالسيزو فادي بن شوق وتمكن من تسجيل هدف رائع
وممتاز جدا يتفاعل معه جمهور النجم الساحلي. وهنا في الملعب الاولمبي بسوسه شوفوا الاعاده سلاح القدامسي يوزع الكره، تعديت الكره الاولى والثانيه فادي بن شوك يروض باليسار قدمنا لكم 20 هدف سجلوهم لاعبي الأندية التونسية من مقصيات خيالية وجميلة. قولوا لنا في التعليقات أنا هو أجمل هدف فيهم الكل حسب رأيكم. لقينا أهداف أخرين لكن هذوما كانوا الأجمل حسب اختيارنا. إذا تفكرتوا أهداف أخرى سجلوهم الفرق التونسية من المقصيات قولوا لنا عليهم في التعليقات، علاش لا نعمل جزء ثاني إذا لقينا عدد كبير. وصلنا للنهاية، إذا عجبكم المقطع ما تنساش تضغطوا زر اللايك وتشتركوا في القناة باش يوصلوكم فيديوهاتنا. سلام.